السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أشارككم طريقتي بعمل دولمة اللهانة. وأول مرة أسوي الدولمة بالتمن الهندي مثل ما تشاهدون قدامكم. ضفت بصل مثروم ولحم مثروم وتمن فقط. ضفت هنا دبس الرمان. طبعا هالمرة سويتها باستعجال على السريع وما حبيت أضيف لها هواي إضافات، فقط اكتفيت بهاي الإضافات. ضفت الكركم والكاري، وهنا أنا راح أضيف الملح وأضيف شوية زيت فوق الحشوة، وبعدين راح أضيف معجون. حتى هالمرة سويتها بدون مي معجون، يعني ما سويتها حمرة، اكتفيت فقط بالمي. يعني حبيت شوية أجرب غير طريقة، لازم واحد يجرب كل ساعة طريقة. بس ما أحكي لكم بنات، هاي الطريقة طلعت تجنن، كلش طيبة. وطبعا تفيد للي ما يقدرون ما يقدرون ياكلون حمضيات، يعني مثلي حمضيات مثلا أو أشياء زايدة أو إضافات، يكتفون بهذا القدر. صارت كلش طيبة، حامضة على حلوة، يعني فقط دبس الرمان ضفت لها. بديت أقطع اللهانة بهذا الشكل. طبعا أنا هنا سالقتها بنات وقطعتها بهذا الشكل. ضفت العودان مالتها داخل الجدر، محضرة بصل، فما راح أضيف فقط البصل واللهانة. وبديت أحشيها بهاي الطريقة مثل ما تشاهدون قدامكم. هاي صفت البصل بالبداية، راح أبدي أحشي باللهانة. حلو يعني الواحد بنات يجرب عدة طرق ويظل يستند على الطريقة اللي تعجبه. أني ألفها بهذا الشكل. طبعا هاي بنات طريقتي أنا باللف، انتو بعد كلكم تعرفون وكل وحدة بيكم الطريقة الخاصة اللي بيها، واللي تحب يعني تشتغل طريقتها الخاصة. كلكم شاطرات وتعرفون بنات، بس أني أحب أشارككم شغلي ويومياتي طبخاتي، وهم أحب أستفاد منكم شغلات تستفادون، يجوز ولو جزء بسيط من اللي أسويه. هنا ضفت لها هنا أنا كملت عندي، وسهمكم وسهمنا ألف عافية. في أمان الله.